السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخصائية التخاطب وتنمية المهارات آية جمال. وعدتكم في الحلقة اللي فاتت إن احنا هوريكم الألعاب اللي هنلعب بيها ولادنا عشان ينمي مهاراتهم، واتفقنا إن احنا ممنوع منعا باتا الشاشات، وقلت لكم إنها ألعاب سهلة وبسيطة جدا، مش مضطرة إن أنا أنزل أشتري ألعاب غالية، ممكن من حاجات كلها في البيت عندي ومتوفرة وسهلة جدا انمي ذكاء ابني. طيب، اول حاجة عندنا الخلة بتاعت الشيش طاووق، واي ورقة او اي حاجة اثبت فيها ورقة فوم اهي، وهثبت فيها الخلة بالشكل ده. وهجيب مكرونة اكيد موجودة في اي بيت، سواء المكرونة دي او مكرونة اقلام، واخلي الطفل يبتدي ينتبه ويركز ويدخل المكرونة في الخلة بالشكل ده. كده انا بنمي عنده الانتباه والتركيز والتآزر البصري، ايديه اهي بتبص مع عينيه، وكمان بنمي القبضة الثلاثية بتاعت ايديه. وكل ده مش محتاجة اشتري اي حاجة، كل ده بمجرد خلة بتاعت عصاية شيش طاووق، او حتى لو مش عندي عصاية شيش طاووق ممكن خلة، وبثبتها في اي حاجة وابتدي اخليه يحط. طيب، ده اول نشاط عندي. طيب، تاني نشاط عندي اي طبقين، واحد بحط فيه المية والتاني بخليه فاضي، وابتدي اخليه ينقل المية من الطبق ده بالسفنجة اهي، سفنجة مواعين سهلة موجودة في اي بيت، واخليه يبتدي ياخد المية من الطبق ده ويعصرها ويفضيها في الطبق التاني، ويرجع تاني ياخد المية بحيث ان ينقل المية من الطبق ده للطبق التاني كلها عن طريق ايه؟ ان هو يعصر السفنجة. وانا كده بقوي عنده القبضة الخماسية. وكمان بيبقى فيه قواعد للعبة، اني ببقى حاطة زي مات كده او مفرش، ان هو تبقى هي دي بس المساحة اللي هو بيتحرك فيها، وانه ما يوقعش نقط المية بره الطبق، وانه يبقى كده بنمي عنده الانتباه والتركيز. وقلنا القبضة الخماسية وبحاجات، وما كلفتش نفسي اي حاجة، كلها حاجات في البيت. طيب، تالت حاجة ممكن اعملها مصفى موجودة في اي بيت، ومكرونة سباكيت بالشكل ده، واخلي الطفل ينتبه ويركز جدا ويدخل المكرونة جوه الاخرام بتاعة المصفى بالشكل ده. يلا، واخليه يحط، يبتدي يحط بقى في كل الاخرام ديت. انا كده برضو بقوي انتباهه وتركيزه، احسن ما اقعده على الشاشات والانتباه والتركيز بتاعه يقل عندي. طيب، ايه تاني ممكن استخدمه؟ طبق فيه دقيق، واجيب اي حبوب عندي، فاصوليا، فول، مكرونه، اي حاجه، واحطها في الدقيق كده بالشكل ده. تمام بالشكل ده كده، وادخلها هنا كده، اخبيها في الدقيق. وطبق تاني فاضي، واطلب منه انه يدور مثلا او يطلع المكرونه مثلا، اقول له يلا كل ما تلاقي المكرونه هتحطها هنا، ويبتدي يدور وينتقي اهو، بعلمه الانتقاء، ويبص ويطلع من هنا لهنا. طيب اهو يقعد يطلع لي، يطلع بس المكرونه مثلا، لا دي اقول له لا انا قلت عايزه مكرونه بس مش عايزه فول، ويبتدي يطلع وينقل من هنا لهنا. طيب، حاجه كمان، طبق برضو من نفس الطبق اللي فيه دقيق، بس المره دي بقى مش هحط فيه حاجه اهو، وابتدي اقول له يلا. لو هو مثلا ممكن ده اعمله لو هو بدأ ياخد اكاديمي او عايزه اعلمه اكاديمي، اقول له يلا هنكتب 1، واخليه يعمل كده في الدقيق رقم 1، او اقول له نكتب الف. يبقى هو لعب واتبسط وكمان اتعلم، ومن حاجات كلها سهله وبسيطه جدا في البيت. طيب، ايه تاني ممكن اعمله مع ابني؟ ممكن الرباط بتاع الكوتشي اهو، اجيبه واخليه مثلا يدخل لي، لو انا عندي الخرز ده اخليه يحط لي مثلا، لو هو عارف الالوان اقول له يلا حط لي اللون الاحمر بس هنا، وينتبه ويركز ويدخل اللون الاحمر. لو مش عارف الالوان خلاص اخليه يحط، اقول له حط يلا ركز معايا ودخل الخرز هنا.
طيب انا مش عندي خالص ده الرباط اهو، واجيب مكرونه برضو نفس المكرونه اهي، واخليه يدخل المكرونه هنا. يلا اهو، يلا شاطر، حط، واقول له حط وركب، ويحط ويدخل كده بالطريقه دي. يبقى انا كده اهو خليته يركز معايا اطول فتره ممكنه، وينتبه ويشغل عضلات ايده ومهارات ايده اللي هي الثلاثيه، اللي هي المهارات الدقيقه وقوتها. طيب كل ده انا ما كلفتش نفسي اي حاجه، كلها ادوات سهله وبسيطه وموجوده في اي بيت. واهم حاجه ان انا بعدت ابني عن الشاشات، لان هو ده المطلوب. انا مش عايزه الطفل يقعد خالص على الشاشات، لانه بيأثر على اللغه، بيأثر على الانتباه، بيأثر على التركيز، بيأثر على حاجات تانية كتير جدا. طيب انا عملت لكم انشطه سهله وبسيطه جدا، وفي في حاجات تانية كتير جدا ممكن نعملها من البيت. وانا عارفه ان اي ماما هتبقى شاطره وهتفكر وهتبعت لي حاجات كتير حلوه، وهستناكم تطبقوا وتعملوا الحاجات دي، وهعمل لكم فيديو تاني بألعاب تانية وحاجات تانية من غير ما تكلفوا نفسكم اي حاجه، وكلها موجوده في البيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.